الطفلة اللي قدامكم في الصورة دي اسمها مكة، عندها 5 سنين. وقبل ما ابدأ الفيديو او اقول اي كلام، الفيديو دوت للكبار فقط، للناس اللي اعمارها فوق ال 18 عشان يستوعبوا الكلام، ولكنه للاسف مهم جدا للاطفال اللي تحت ال 18 برضو، عشان خاطر الفيديو مهم جدا 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 ليهم. عشان يعني بعد كده مفيش اي حد يقول لك اي حاجة وانت تروح معاه وخلاص. اتفقنا؟ وللأسف الشديد الفيديو دوت ممنوع جدا على أصحاب القلوب الضعيفة، لأن اللي هتسمعه حرفيا هتتصدم منه. ويا رب الفيديو ما ياخدش حظ، لأن الفيديو مهم جدا جدا جدا. مش طالب من حضراتكم بس غير إن انتوا تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس وتسمعوا. ويلا بينا مع بعض نبدأ إيه اللي حصل. عشان ما اطولش عليكم هحاول اختصر على قد ما اقدر، والله إن الموضوع ما فيهوش اختصار، بس هحاول اختصر. مكة المفروض ان هي طفلة من محافظة الجيزة، من منطقة اسمها أتريس. بتروح تحفظ في معهد الديني كده، بتحفظ فيه قرآن. رجعت طلعت البيت، قالت لمامتها انا هنزل العب مع صاحباتي شوية وهطلع. مامتها قالت لها موافقة بس بشرط ما تتأخريش. المهم بعد كده مكة نزلت وما طلعتش. مامتها طبعا لقت البنت اتأخرت، بدأت انها تدور عليها وتسأل عليها، مفيش. اتصلت باباها اللي جه طبعا في ساعتها، باباها بيشتغل صياد، جه بسرعه. قعدوا يدوروا على البنت ويدوروا عليها في الشوارع، وخدوا عربيات كده بمكبرات الصوت وينادوا عليها. دخلوا المساجد ينادوا عليها في الميكروفونات، مفيش. لحد ما في ناس قالت ان احنا شفنا تروسيكل موجود هنا كان بينقل حاجات من البيت اللي جنبيكم. البيت اللي جنبيهم ده اصلا بتاع عم وليد برضو، اللي هو ابو مكه. المفروض ان هو كان هيطلع الناس كلها اخر الشهر من البيت. في ناس كتير طبعا، يعني هو البيت 3 ادوار عموما. الست بقى اللي اسمها ام هاشم دي هي الاساس كله في الموضوع. في ناس بتقول كلام متداول ان الست دي اتعملت كده في مكه بسبب ان هو كان عايز يطلعها من البيت وهي بتنتقم منه، لكن اللي هحكيه لكم دلوقتي يخليكم تتاكدوا ان الموضوع مش موضوع انتقام. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي ان ام هاشم دي جابت تروسيكل وحطت البنت في كرتونه، بعد ما اكيد خدرتها وحطتها في كرتونه، وبعد كده حطيتها في التروسيكل مع شويه الحاجات اللي هتنقلهم البيت التاني، اللي هو الشقه اللي هتأجرها في قريه تانيه اسمها وردان جنب منهم. وراحوا معاه، وبعد كده ودوا الحاجه ورجعوا تاني. يعني هي راحت سلمت الحاجه ورجعت تاني، تمام. المهم طبعا رجعت، بدأوا ان هم بقى يسألوها ودوروا في البيت ودوروا في كل حته، مفيش اي اثر للبنت خالص، وانكرت اي حاجه، وكانت بتدور معاهم على البنت. بعد كده الناس او الشباب الموجوده في المنطقه قالوا احنا عارفين صاحب التوك توك ده، طبعا بعد تفريغ كاميرا المراقبه شافوا التوك توك دوت وعرفوا التروسيكل بتاع مين يعني. فراحوا للشاب دوت عشان خاطر يروح معاهم المكان اللي هو راح، لكن للاسف ما كانش عايز يروح معاهم. اخدوه غصب عنه وراحوا بيه الشقه اللي المفروض الست دي واخداها. لما عرفت ان هم رايحين بيه الشقه خدت بعضها هربت وراحت دخلت على بيت كده في المنطقه اللي اسمها وردان دي، في بيت كده، وقالت للست ديت في شباب بتجري وراها عايزين ايه يعتدوا عليا. طبعا كان في شباب بتجري وراها عشان خاطر يعرفوا هي عملت كده فين، يعني مكه عملوا فيها ايه وان مكه راحت فين. طبعا بعد ما راحوا الشقه وشافوا اللي هحكي لكم عليه دلوقتي، لقوا ان للاسف الشديد مكه مش موجوده، بس لقوا القفص الصدري من غير قلب، من غير كلى، من غير اي حاجه، بسلسله العمود الفقري محطوط على جنب كده ومعمول ببلاستر محطوط على جنب. ودخلوا في حته ثانيه في اوضه ثانيه لقوا الدراع ما فيهوش شريان واحد، ما فيهوش اوعيه دمويه، وملفوف برضه. بعد كده طبعا بدأوا ان هم يدوروا على الست دي لحد ما مسكوها بقى واتصلوا بالشرطه، والشرطه جت وقبضت عليها هي وعيالها. هي بقى بتقول ايه بقى في التحريات؟ بتقول يعني في الاستجواب بتاع الشرطه بتقول ايه؟ بتقول ان بنتي هي اللي عملت كده عشان خاطر بنتي عندها 16 سنه بس عندها الصرع. اللي انا سمعته يعني دلوقتي حاليا ان البنت في مكان وهي في مكان، يعني بعدين الاثنين عن بعض عشان طبعا ايه يجمعوا ادله اكتر. الراجل لما راح عشان خاطر طبعا المشرحه بتاعت زينهم عشان خاطر يعني يغسل الاعضاء ليه، لان هم بيضغطوا عليه عايزين يعرفوا حطت الباقي الاعضاء فين، ما مش موجوده. ففتحوا الشنطه بتاعت البنت اللي عندها 16 سنه دي برضه، ولقوا فيها الدماغ بتاعت البنت، الراس، بس للاسف الشديد من غير قرنيه، مفيش عين.
متخيل؟ انا والله انا قلبي بيتقطع وانا بحكي الفيديو دوت او بتكلم عن الموضوع. بعد كده مفيش اي حاجه، تقرير مبدئي حتى طالع من وزاره الداخليه او حتى من الطب الشرعي ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل. فالراجل بيطالب بحق بنته. انا مش اشك، انا متاكد مليون في الميه، لان اللي كان بيكلمني ووصل لي كل الكلام ده واحد تخصص تمريض. قال لي يا استاذ ابراهيم ما ينفعش حد يعمل حاجه زي دي غير لما يكون متخصص اوعيه دمويه، لان اللي شايل كل حاجه يعني. حتى البنت بتاعت مشروع الزينهم وهي بتغسل قالت انا بقالي يعني مده كبيره بعمل يعني بغسل وكده، لكن عمري في حياتي ما شفت منظر بالوضع ده. قعدت تقول لهم ان انا رميتها في الميه مش عارف فين كده. ابوه اصلا صياد والغطاسين شغالين ليل نهار عمالين يعوموا ويغطسوا من هنا 35 متر هنا و35 كيلو هنا ولا ايه و35 كيلو هنا، مفيش اي اثر. فالموضوع مش كويس، في حاجه غلط. يعني اللي عامل كده متخصص. وده بيذكرني بموضوع مينا برضو اللي للاسف لقوا دراع ولقوا كده ولقوا كده. ارجوكم خلي بالكم من نفسيكم، ارجوكم محدش يسمع لكلام حد. لو واحد بيقول لك تعالى وصلني لاخر الشارع، ولا واحده حتى لو لقيته مشلول، لو لقيته ضرير، انا اسف، قول له مش هينفع. خلي حد كبير هو اللي يعمل كده. انت كطفل ما تتدخلش، قول له مش هينفع. لو حد اداك حاجه قال لك خد كل ديت، اوعى. حد اداك حاجه تشربها قول له لا. خلي بالك، منديل ولا حاجه لقيت نفسك هتحس ان في حد بيقرب منك هيعمل حاجه، اجري. انا مش بخوفك، ولكن انا بقول لك خلي بالك على سلامتك عشان خاطر اهلك وعشان خاطر نفسك. بشوف اطفال صغيره بتجري وتلعب في الشارع ويروح هنا ويروح هنا ويعمل هنا. حرفيا المناطق الشعبيه اكتر تاثيرا بالحاجات دي. انا من منطقه شعبيه بقول لكم، انا بشوف اطفال كتير بتقعد تلعب وتجري في الشارع وبتعمل بلاوي، ممكن في لحظه هوب اهله ما يلاقوهوش يتخطف. ارجوكم خلي بالكم من نفسيكم وخلي بالكم على ابنائكم، و يا ريت يا ريت يا ريت قولوا لهم ما تدوش الامان لاي حد. سلام. انا اسف على الاطاله، بس الفيديو مهم جدا جدا، ويا ريت تعملوا لايك وشير على قد ما تقدروا، ومع السلامه.